سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان. والنهارده الحلقه بتاعتها هتبقى سؤال واحد بس. السؤال ده طبعا في ناس كتير ما تعرفوش ونفسها تعرف الاجابه بتاعته. ومعانا طبعا الشيخ محمد زهران. وبسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش محتاج الاعداد ده في حاجه ولا ورقه دي في حاجه. نعم. هو سؤال واحد وعايزك تجاوبنا عليه. سلم يا رب. ان شاء الله خير يعني. ماشي. هل يجوز تذوق الطعام في نهار رمضان؟ يعني انت بتطبخ، والدتك، والدتي، امي، امك، اختي، اختك، طبعا دي مشكله. ممكن مثلا جوزها يجي يقول لا الملح مش عارف فين ده، ودي مشكله في ناس كتير بتخاف. فانت تقول لنا يجوز او لا يجوز بس. طيب. بعد الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما تعودنا ان احنا لسنا يعني اهل فتوى ولا حاجه، ولكن بنجيب كلام العلماء. فقد افتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وطبعا الفتوى سمعناها من الشيخ ابن عثيمين والشيخ محمد حسان وكبار يعني العلماء بأنه يجوز. أبشري أيتها الأخت الفاضلة، يجوز أن حضرتك تتذوقي الطعام ولكن بحذر. يعني يجوز ولكن بحذر، عشان مش تخبطي معلقه فيها بطاطسايه وهو بس وقعت غصب ولا حاجه، فما ينفعش. يجوز بس الشيخ محمد او فلان الفلاني قال يجوز، لا لازم الله يكرمك بحذر. يجوز بحذر. والشيخ ابن عثيمين وبعض علمائنا الافاضل افتوا بان يجوز ان حضرتك تتذوقي الطعام على لسانك فقط، وبعد التذوق بتتمضمضي بحيث بيضيع اثر طعم الاكل اللي حضرتك تذوقتيه خالص ان شاء الله عز وجل. وان كان الافضل حد من ولادك في البيت يدوق الطعام من الاطفال الصغيرين اللي هم الفاطرين، ولكن ان حضرتك تذوقتي ان شاء الله ما فيش في اي حاجه كما افتانا اهل العلم. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا ابشري ايها ستات البيوت. تمام. نعم. دي انا بصراحه ما كنتش اعرفها يعني. تمام. فطبعا انت اديتهم كده، قلت يجوز. انا قلت كلام العلماء. انا قلت كلام العلماء بلا اي شيء، صح كده؟ طبعا لا، على طرف اللسان فقط لا غير. وبعد كده تتمضمضي او تتمضمضي اثر الطعام يروح من الايه. طبعا تتمضمضي. تذوقتي تتمضمضي. الشيخ ابن عثيمين افتى بكده. تمام. وكبار العلماء يعني ربنا يحفظهم، بعض اهل العلم يعني. والله انا عملت السؤال ده في حلقه لوحده عشان بصراحه في ناس كتير ما تعرفش الاجابه دي. نسال الله عز وجل يعني ربنا يعلمنا واياكم يا رب. وطبعا كل احنا زي ما بقول اي حد عايز اي سؤال يكتبه في التعليقات، ورقم الشيخ محمد موجود في كل حلقه باذن الله. باذن الله. وربنا يبارك فيك يا شيخ محمد. نسال الله القبول. كل الناس اللي بتقوم بالعمل يعني ربنا يجعل عملنا خالص لوجهه الكريم يا رب، ويحفظ الاسلام والمسلمين، ويحفظ مصرنا، ويحفظ الوطن العربي كله والامه الاسلاميه، ويعود علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه يعني كل عمل صالح في موازين حسناتكم ان شاء الله وحسناتنا باذن الله. امين. ربنا يحفظكم. زي ما قلنا اي مقطع تشيروه لله عز وجل عسى ان ينتفع به احد فيكون في موازين حسناتنا وحسناتكم ان شاء الله. امين. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.